السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثاني من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز. كان في مباراة اتلعبت امبارح مع المباراتين اللي كانوا بتروجيت والبنك الأهلي وزد والإسماعيلي، وكان فاركو والاتحاد طلعوا حبايب، نقطة هنا ونقطة هنا. والنهارده كان في غزل المحلة والمقاولين حبايب بدون أهداف على مدار الشوط الأولاني، ولكن المقاولين كان أخطر. وعكس سير المباراة المحلة يتقدم بهدف عن طريق أحمد شوشة من ضربة جزاء، ويقدر المقاولين يرجع في الدقيقة 96 ويحرز أول هدف ليه هذا الموسم عشان يتعادل وياخد نقطة، نقطة المحلة ونقطة المقاولين. حرس الحدود خطف الجونة، هدف محمد حمدي زكي في الدقيقة 4 من رأسية جميلة، ثم هدف التعادل من نحاس محمد النحاس للجونة، ثم يقدر الحدود يحسم المباراة بهدف ثاني عن طريق محمد النجيلي في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، ويخطف 3 نقاط مهمة لحرس الحدود مع الكابتن عبد الحميد بسيوني. ثم النادي الزمالك والنادي المصري، الزمالك اللي حيرنا وحير المحللين وحير جمهوره وحير الدنيا كلها معاه. بداية سريعة جدا من المصري والزمالك، طبعا هم المركز الأول والثاني في الدوري حتى الآن، وهجمة هنا وهجمة هنا طول ال30 دقيقة الأولانيين. ثم يقدر الزمالك بهدف يتقدم بهدف عن طريق الدباغ من كرة اتعملت 1 2 بين ناصر ماهر وآدم كايد، تخبط في العارضة وترد للدباغ عشان يحطها الهدف الأول لنادي الزمالك. وكان شوط جميل بصراحة، شوط جميل جدا وسريع جدا. ونزل الزمالك هدى اللعب شوية الشوط الثاني، نزل برتم الاداء شويه، وهدف تاني عن طريق عمر جابر في الدقيقه 64. يعني في الدقيقه 14 من الشوط الاولاني عمر جابر بعد آه الفينا اللي عامل اداء ولا اروع، لعيب خفيف بصراحه قرد كوره، خفيف ورشيق وسريع وبيعدي بسهوله. الراجل عدى في وسط الناس وراح زايقها لعمر جابر اللي ما كدبش خبر، حط وش رجله الخارجي، هدف تاني عشان يريح الزمالك اكتر ويطمن الزمالك اكتر للثلاث نقاط. ثم هدف ثالث عن طريق عبد الله السعيد من ضربه جزاء يقتل المباراه. وهناك فرق بين اداء الزمالك في مباراه اليوم واداء الزمالك في مباراه دجله اللي انهزم فيها، اللي لو كان كسبها كانت فرقت معاه كتير.